رأيك بشخص كلما شجع فريقا يخسر؟ أتكلم جاد عن محمد الحجري من عمان، وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالسلطنة بمقاطعه الكوميدية، يسمي نفسه مجمبا. المهم أنه لاحظ أنه كلما شجع فريقا يخسر في مباريات كأس العالم. والظريف في الموضوع أنه في كل مرة يعلن لا يحتفظ بهذا التشجيع في سره، إنما يلبس قميصا ويضع صوره على السوشيال ميديا ويقول سأشجع المنتخب الفلاني. ففي المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور محمد شجع العنابي، توشح بعلم قطر، فكان أداء العنابي ليس بالمستوى المطلوب، فخسر أمام الإكوادور ب2-0. جميل. الأرجنتين، هل هناك أقوى من الأرجنتين؟ تشجيعها مضمون على الأقل. يعني محمد إذا أراد أن يلبس لباس الأرجنتين في مباراتها مع السعودية على الأقل يضمن أنها ستفوز. تبهدلت الأرجنتين، تبهدل ميسي ورفاقه أمام الأخضر ب2-1، فكانت أول خسارة لهم في كأس العالم. طيب من بقي ليراهن عليه؟ البرازيل أمورها تمام في منافسات ربع النهائي، لبس صاحبنا قميص راقصي السامبا ويلا يا سامبا ونيمار، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي. أنتم ستحزرون عندما وصلنا إلى مباراة هولندا من شجع؟ صح، شجع هولندا، وإلا لما خرجت وفازت الأرجنتين عليها. فطلبه الإعلامي المغربي قبل مباراة البرتغال بارتداء قميص البرتغال لأنه يشجع أسود الأطلس. البس البرتغال البس البرتغال البس البرتغال الان. السلام عليكم. اليوم البرتغال اثنين كريستيانو وتقول لهم هارد لك البرتغال. انا قلت لك خلاص تم والله لا تزعلوا. بلبس البرتغال عشانك. لا انا اقولها لك، عندي امل فيك انك حتقصيهم. خلاص بدات اصدق الشيخ. صدقتني الحين؟ بدات اصدق خلاص. بدات اصدق. بالفعل لم يكذب الخبر واستمع إلى النصيحة، ارتدى قميص البرتغال ورقم 7، رقم رونالدو، والنتيجة تعلمون، الدموع التي ذرفها رونالدو بعد أن لبس مجمبا قميص البرتغال. تواصلنا مع مجمبا محمد الحجري وسألناه بأنك أنت ذاع صيتك في النحس، ألا تخشى أن يتشائم منك الناس في الحقيقة بعد المونديال؟ جزاكم الله بالخير قناة الجزيرة وبالذات برنامج شبكات. شكرا أول شيء لاستضافتكم. وردا على هذا السؤال، والله لا، يعني بالعكس أحس إنه يعني اللي في القلب ترى الفرق اللي أحبها، فألبس العكس، فأحسها حظ يعني، مع إنه هو نحاس لكن الحمد لله رب العالمين. ولا ما اتوقع والله، مع اني اسال بعض الاشخاص احيانا يوم يجوا يتصوروا معي يقولون ما خايفين يصير فيكم شيء، يطيح فيكم شيء من السماء؟ استغفر الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة